بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. حكايتنا النهارده حكايه جميله ومتميزه كمان. هي حكايه ابونا عبد المسيح المناهلي اللي كلنا طبعا بنحبه. وهو ولد سنه 1992 في مركز مطايب المنيا من اب اسمه حنين وام اسمها استير، وسموه سمعان وعمل معاهم في الزراعه. وفي صغره ابوه معلموش وما دخلش مدرسة، لكن هو لما كبر اجتهادي حاول يقرأ ويكتب ويتعلم كل شيء. ولما كبر راح الدير كذا مرة، لكن أبوه كان دايما بيرجعه وبيقوله إن ماليش ولاد غيرك وعندي بنات ومحتاج لك دايما في شغل. وفي كل مرة بيعود بيه للبيت كان بيموت عدد كبير من الحيوانات اللي في الزراعة عنده، لكن الأب كان دايما يقوله إن أنا محتاج لك وما عنديش ولد غيرك يعني في الزراعة ويقف جنبي. لكن بتواضع وشفاعة ربنا في قلب أبونا عبد المسيح قال له إن ربنا يعطاك ولد غيري تسيبني أروح الدير. أبوه قال له طبعا، وفعلا بصلوات أبونا عبد المسيح ربنا أعطاه ولد تاني وسماه حنا. وفعلا الأب ساب أبونا عبد المسيح يروح الدير في دير الأنبا مقار برية شهيد، واترهبن هناك باسم أبونا عبد المسيح، وده كان سنة 1914 ميلاديا. وكان شديد التعلق هناك بأبونا عبد المسيح المسعودي، وسمع عن فضايله البابا يؤنس التاسع عشر البطريرك 113، وأراد أن يرسمه كاهن، لكنه حب يهرب من المجد الباطل وادعى الجنون عشان يهرب من المجد ده. وإن أبونا عبد المسيح المسعودي طلب منه أن يستمر على هذا المنوال، وكان دايما بيقول أنا عايز أتجوز، لكن هو طبعا قصده ارتباطه بالكنيسة والآباء السواح والملايكة اللي كانوا دايما بيزوروه في قلايته ويسهروا معاه، ونور جامد ساطع من القلاية بتاعته. وكان بعد الدير بينزل قرية المناهرة، عشان كده لقب بالمناهري. وكان صلواته وأصوامه كتيرة جدا لدرجة إن الملايكة والسواح دايما سهرانين معاه، ويفضل يكمل التسبيحة، وكان دايما يربط وسطه بالحبال عشان يفضل دايما سهران يصلي معاهم. وكان بيحفظ التسبيحة وألحان الكنيسة على ظهر قلب، وكان بياكل من المسا للمسا أكلة واحدة بس في اليوم. وكان دايما أي فلوس معاه يعطيها للمحتاجين والفقراء، وكل من يطلب منه كان يديله. وكان مثل عالي لحياة الرهبنة. ومن كتر صلواته وصل درجة السياحة هو كمان، ووصلت درجته للبابا كورولوس، وتنبأ انه هيبقى هو البطرك الجاي. واخيرا تنيح ابونا عبد المسيح في صباح عيد القيامة 6 برمودا سنة 1679 للشهداء، و14 إبريل وسنة 1963 ميلاديا. ومن يوم الحد الشعانين للحد اللي بعديه كان دايما يقول أنا خلاص هفرح وأكلل يوم العيد، لكن ما كانش حد مصدقه لأنه كان دايما بيعمل حركات كده ويقول لهم على الكلام ده، لكن في الحقيقة هو كان بيتكلم جد، لأن خلاص وعده كان مع القديسة العذراء مريم والقديسين بقى شيء طبيعي. وبركة صلوات أبونا عبد المسيح تكون معانا ومعاكم أمين. وكمان من ضمن معجزاته إن مرة واحد سأله زرعة النخلة دي هتبقى بلح أحمر ولا أصفر؟ قال له لا ده ولا ده. قال له يعني إيه يا أبونا؟ قال له هتطلع شجرة حلوة نصها بلح أصفر ونصها بلح أحمر. وفعلا طلعت الزرعة ديت النخلة الجميلة دي، ولغاية وقتنا هذا موجودة هناك في الدير اللي نصها أصفر ونصها أحمر. وكمان كان لما يحب يصطاد سمك كان يقعد على النهر اللي عنده في البلد، وكان بيطلع له السمك وينط عليه ويحطه في السبت ويمشي. وكانت الناس بتستغرب ده ازاي بيحصل ازاي، لانها قوة ربنا اولا واخيرا. عجايب كتيرة بتحصل على اسم ابونا عبد المسيح. بركة صلواته تكون معاكم ومعانا امين. وما تنسوش تشتركوا معانا في قناة نور القديسين يفرح. ربنا دايما يفرح قلبكم بكل غالي. وبركات القديس ابونا عبد المسيح تكون معاكم، وبركات القديسين دايما وياكم. واذكرونا دايما يا رب في صلواتكم امين.